السلام عليكم. ايه الجمال، ايه الجمال ده. تدخلها ولا كأنك داخل أفخم الفنادق العالمية، تحب تعيش جواها وقلبك مش هيطوعك تخرج منها. ممكن من حلاوتها تقول لنفسك هو أنا جاي إقامة ولا فيزيتور، أصلها بتبص على النيل واخدة ستايل قصور الملوك وديكوراتها فخمة، وفيها أعلى أنواع السجاد والأرض باركيه، وفيها لوحات نادرة، وجواها أوضة نوم حديد. جولة داخل منزل الفنانة نجوى فؤاد. يا ترى هي ساكنة فين؟ مين اللي عايش معاها في الشقة دي؟ هل شقتها دي ملكها ولا إيجار؟ مين بيزورها فيها؟ كل التفاصيل دي هتعرفوها معايا في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ القصة. الفنانة نجوى فؤاد كانت مشهورة طول مسيرتها الفنية بشياكتها وحلاوة فساتينها وبدل الرقص اللي كانت بتلبسها، مميزة جدا لدرجة إن ما كانش فيه رقاصة في جيلها بتلبس زيها، وده لأنها كانت بتحب الأناقة وكل حاجة تبقى على سنجة 10 علشان مظهرها يبقى حلو قدام الجمهور والجيران وصحابها. تخيلوا معايا بقى الشقة اللي عايشة فيها عاملة إزاي، دي تحسها قصر من قصور الملوك والبشوات، وكل ديكوراتها فخمة وباين إن كل حاجة فيها مدفوع فيها شيء وشويات، وجايباها من أحسن وأغلى الحاجات علشان لسه العفش والالوان زي ما هي رغم السنين اللي مرت عليها، تحسها لسه جديده. نجوى فؤاد ساكنه في ماسبيرو جنب مبنى الاذاعه والتلفزيون في عماره كبيره قوي عينك ما تجيبش اخرها، ومدخل العماره معمول من الحديد الاسود وعليه ازاز وفيها اكتر من اسانسير. تطلع بقى لشقه النجمه تلاقي طرقه طويله جدا وفي نصها باب شقتها واللي لونه عسلي فاتح وعليه جهاز اوتوماتيك علشان لما حد يخبط تعرف هو مين وتكلمه كانه معاها على التليفون. اول ما تفتح باب الشقه تحس انك حرام تقول عليها شقه بسبب الفخامه والجمال اللي جواها ولا مساحتها الكبيره اللي صعب تلاقي شقه زيها كده دلوقتي. ارضيه الشقه كلها معموله من الباركيه البني، وبعد الباب الرئيسي بخطوتين في باب قصير كده على شكل سهم لونه ابيض وعليه ازاز، بس ده بقى مجرد ديكور مش اكتر. وفي النص في سجاده على شكل دايره وعليها كرسي مذهب وجنبه بوفيه كبير عليه كل تكريماتها اللي خدتها في مسيرتها الفنيه. وفي بقى سلم من الخشب بيطلع على الدور الثاني واللي فيه اوضه نومها، والحقيقه ان خشب اوضه النوم ستايله قديم، يعني السرير من الحديد ما فيهوش خشب خالص. تنزل بقى وتدخل الريسبشن تلاقي صالون كبير مذهب وحواليه اكتر من ترابيزه صغيره وقصيره في نفس الوقت وعليهم اباجورات بيضه وانتيكات، وورا الصالون ده لوحه كبيره وتحسها نادره علشان قديمه قوي. وبعد كام خطوه تلاقي صالون تاني مذهب شكلها بتحب الستايل ده جدا. ورا الصالون شباك طويل من الازاز وعليه ستاير بيضه مذهبه، وفي بقى بلكونه يرمح فيها الخيل ودي بتطل على النيل. وصحيح نسيت اقول لكم ان لون الشقه كله عسلي فاتح. الصدمه ان ممكن تكون بعض ديكورات الشقه دي دلوقتي ما تكونش موجوده لانها بتمر بظروف ماديه صعبه شويه، وقالت من فتره انها مش لاقيه شغل والمعاش مش بيكفيها وتعبانه وبتتعالج، وفي اوقات بتضطر تبيع حاجه منهم علشان تجيب فلوس. نجوى فؤاد عايشه في الشقه دي لوحدها ومعاها بس المساعده بتاعتها، واوقات ما بتكونش موجوده لدرجه انها لما بتتعب بتطلب الاسعاف يجي ياخدها، وكل فتره كده بيروح فنان يشقر عليها وممكن محدش يروح خالص. والشقه دي ايجار قديم يعني بتدفع فيها مبلغ بسيط جدا.